السلام عليكم. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشني كتير كتير كتير. قبل ما نبدأ طبعا انتوا عارفين هتعملوا ايه، تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. بصوا بقى، انا مش عايزه اقول لكم حاله الشقه عامله ازاي، يا عيني عليا والله. الشقه تضرب تقلب والدنيا بايظه خالص. بصوا المطبخ ورايا متبهدل ازاي، ولو خليتكم تلقوا الشقة نظرة على الشقة مش هتصدقوا نفسكم والله. بس انتوا طبعا حبايبي، والعيد خلاص جاي. فانا سبت بقى كل حاجة، فاضله بقى كده يومين 3 كده ولا حاجة، فما ينفعش كده طبعا. فانا قلت لازم اعمل لكم فيديو ازاي يعني نظبط على نفسنا يعني في اللي قبل العيد وكده. فمش هكتر عليكم. بصي بقى يا حبيبتي انتي وهي، احنا طبعا مش قادرين ولا نروح ولا نيجي ولا بيوتي سنتر ولا كافوريه ولا فاضيين. مش احنا بتوع الكلام دوت والله، يا عيني علينا. احنا يا دوبك علينا نغسل في السجاجيد وفي الكنبات وفي السجادات والمواعين والذي منه لغايه ما صوابعنا تبان، يا عيني علينا. فما يجراش حاجة بقى لما نعمل في نفسنا كده كام تكاية واحنا قاعدين في البيت عشان نظبط على نفسينا. ولا احنا ملناش نفس ولا ايه؟ بصوا بقى، شايفين الكورويرة اللي في ايدي دي يا بنتي انتي وهي؟ هتقولولي من اين لك هذا يا بنتي يا رؤى؟ ايه اللي في ايدك ده؟ مش هتصدقوا طبعا. بصوا يا حبايبي، دي كورة سمنة بقى، كورة سمنة بلدي من اللي قلبك كده يحبها. في طبعا بقى كده ناس كتيرة جابوا السمنة البلدي وسيحوها بقى علشان الكحك والبسكوت وكده، علشان بقى العيد والعمايل ولا الزمان. تاخدي كده تكوري لك كورة من السمنة البلدي. طب واللي ما عندهاش سمنة بلدي يا رؤى؟ لا طبعا روحي خبطي على جارتك او روحي لاختك. المهم تجيبي كده حتة سمنة بلدي كده صغنونة. عايزه اقول لكم يا حبيبتي انتي وهي، اقسم بالله اختراع. انا سمعت عنها بيقولوا ان السمنه البلدي على البشره، ولا ما كنت مصدقه لحد ما جربت بنفسي. بصي كده بقى يا حبيبتي، كل يوم كده تاخديها وتبداي تعملي على وشك كده. هو اصلا فاضل يومين او 3، اليومين والتلاتة دول اعملي في وشك هتحسي بفرق رهيب. كل يوم كده لما تصحي من النوم تدخلي كده الحمام وتفضلي تعملي كده كده دوريات كده، ايوه زي كده، وتنشطي كده الدوره الدمويه. وقبل ما تنامي برضو كده تمشي على وشك بنفس الكلام. عايزه اقولك يا اختي هترجعي والله بيبي فيس، وبشرتك هتبقى ناعمه وطريه وكلها حنيه. ويسلم اللي اخترع الفكره دي والله في الجو. واسأل مجرب ولا ما تسألش طبيب، ولا تسألش طبيب. ادي كده بقى اول حاجة حتة السمنة البلدي. تعالوا بقى تاني حاجة نعمل ايه، نعمل سكراب كده. طب انت ليه حاطاه كده في في العلبة كده ليه يا رؤى؟ عمايل ايديا وحياة عينيا. هقول لكم على الطريقة، ورقة وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل. ايه بقى ده السكراب يا رؤى؟ انت طبعا خير العارفين. بصوا بقى ده كده حاجة ايه، علشان نقشر الجلد الميت من على وشنا وايدينا. عايزة اقول لكم بقى التسبغات من الشمس، اي اسمرار عندك وشك مطفي. بصي بقى هتفضلي كده بحلقات دائرية من الاختراع اللي انا عاملاه ده. طب ايه ده بقى يا رؤى مكون من ايه؟ هقولك، ورقة وقلم واكتبي ورايا يا ستي الكل. اول حاجة بقى، عارفين صابونة لبان الجكر اللي انا عملتلكوا عليها فيديو قبل كده؟ اللي ما عندهاش تنزل بسرعة تشتريها. تاخدي بقى كده صابونة لبان الجكر وتفضلي تبشري 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 فيها.
هتلاقوا منها بقى كده اللون البني، وهتلاقوا كده منها ايه كده اللون الفاتح. بصوا بقى، انا كانت الصابونه بتاعتي كده لونها بني، حتى كده انتوا تلاحظوا ان الخلطه بتاعتي كده لونها بني وبشرتها كلها. وطبعا علشان خلصت من عندي، طبعا ما ينفعش اخلص من عندي الصابونه دي، قمت جريت نزلت جبت لي واحده، وعلى حظي طلعت لونها سمك. علشان كده بقول لكم ممكن تلاقوها بني وممكن تلاقوها سمني. وطبعا قلت لكم في الفيديو فوائد لبان الجاكر، واللي ما شافش الفيديو يقلب كده ويشوفه. صحيح، يلا عشان ما نرغيش كتير والحق اخلص اللي ورايا، ده انا ورايا هم ما يتلم. بصي يا حبيبتي بقى، بعد ما تبشري صابونه كده لبان الجاكر، عارفه زيت الارجان، وشويه كده من زيت كبد الحوت، ولو لقيتي كمان صابونه العرقسوس. ما تخافوش يا ولاد، ده الصابونه دي مش غاليه والله، هتلاقوها عند اي عطار نضيف او مستحضرات تجميل. وصابونه العرقسوس والله لو جبتوها في الخلطه دي يا خراشي. وعايزه اقول لكم اي بقى غسول كده نضيف عندك للبشره. طب افرضي بقى يا رؤى كده لو احنا ما عندناش غسول ولا اي حاجه، استغني عنه. تعالوا بقى كده اوريكم احلى سكراب انا عاملاه من اغلى حته فيكي يا بلد. والله العظيم يعني ده كده احلى ما انتي ما تجيبيه من اغلى حته. وهتشوفوا دلوقتي ازاي هشيل الجلد الميت. تعالى اوريكم. بصوا ناخد كده اهو، بصوا نحط على ايدينا كده اهو كده. صحيح ونسيت اقول لكم ده ناقص مكون. بص، لو عندكم بقى اي كريم كده بقى مرطب للبشره، اي بقى كريم مرطب، مش هقولك بقى اختاري زي ايفا نيفيا اي حاجه وتحطيها على الخلطه دي. بصوا وتفضلي كده بقى تدعكي كده. بصوا كده الرغاوي على وشك او على ايدك او على رقبتك بحركات كده دائريه علشان الدوره الدمويه. والنبي حلوه الاغنيه. بصوا بقى كده اهو، بدأ كده ينزل في الجلد الميت اهو. بصوا كده يا حبيبي الجلد الميت. بصوا هيطلع كل الجلد الميت، بس انا كترت منه، حطيت على ايدي كتير، فانتوا ما بتبقوش تكتروا قوي اهو. بصوا الجلد، بصوا التقشير، بصوا اي جلد ميت على ايدك او على وشك هيتقشر. بصوا الجلد، اي حاجة من الشمس بقى، من المواعين والاسمرار والتسبغات اهو. بصوا كمية الجلد الميت، بصوا صدقتوني. بصوا كمية الجلد الميت، تخيلوا بقى لما تعملوها على وشكوا. والله ده انا بعمله كده وبحطه على وشي، بلاقي بلاوي نازلة من وشي. بعد كده بقى يا لهوي على النعومة والدهون كلها بتروح. بصوا ايدي نورت ازاي. انا زعلانه والله على كميه الجلد الميت اللي نزل من ايدي دوت. يعني عليك يا رؤى كنت شمعة مدورة اهو. بقى كده مش هكتر عليك، وادي اهو تاني حاجة تعمليها علشان تفتحك في العيد. ومش هتفتحك بس كمان، ده هتنعملك وشك وخلي الدهون كلها تتشال من وشك. بصي بقى يا حبيبتي، مش هوصيك الحتت اللي عند المناخير والدقن دي، تقدري تدعكي كده 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 كده. امشي بنفسك هتشوف اللي جاي في سيرش اختار حيرتشي. انتي بقى هتشوفي البلاوي اللي نازله من وشك وهتدعيلي بقى.
يلا بقى كده يا حبيبتي كده على طول نعمل خلطة بقى كده للترطيب والتفتيح برضو بعد السكراب الجميل ده اهو. ايه ده بقى كده يا رو عمايل ايديا وحياة عينيا يا بنت انتي وهي اهو. بصي بقى المهم هاتي كده بقى علبة زبادي، مش لازم تاخديها يعني كلها، وهتجيبي بقى كده معلقة نشا كده كبيرة، وشوية بقى كده لبن بودرة لو عندك، لو مش عندك خلاص، وتنتوفة كده على المعلقة من البيكنج باودر. وعارفة بقى كريم الترطيب اللي حطيناه في الخلطة الأولانية، أي كريم ترطيب بقى عندك وضيفيه على الخلطة بتاعتنا، يبقى نشا وزبادي ولبن بودرة وبيكنج باودر وكريم مرطب للبشرة، وتفضلي بقى تخرطي كده كده كله مع بعضه، عارفين، وهيطلع لكم احلى مرطب، وهيفتح لك وشك وينعمه، وهيخلي لك وشك دوت ايه فل شمعة منور. تعرفوا العلبة دي والله كانت لغاية هنا، بس انا كل يوم بستعمله. بص يلا بقى اوريكم، مش لازم برضو كل يوم، عادي برضو لو استخدمتيه في اول الاسبوع وفي اخر الاسبوع، بس استعمليه بقى النهارده وبكره وبعده علشان بعد العيد، عشان قبل العيد. استني بقى هوريكي شكله كده. بصي الله. طب ده هنعمله بقى كده